your mind be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. هاد الهضره اللي قال بروسلي في هاد الفيديو يمكن تبان بزاف ديال الناس باللي غير هضره عاديه، ولكن في الحقيقه راه حكمه كبيره لواحد الدرجه ما كتصورش. هاد الهضره ما جاش بروسلي وقالها غير هكاك وصافي، حيت هاد الهضره تقالت من بعد بزاف ديال التجارب والصعوبات اللي داز منهم شخصيه كبيره فحال بروسلي ما كانش مجرد مقاتل، كان فيلسوف، كان كيشوف القتال كطريقة لفهم الحياة، المرونة، التوازن، ضبط النفس. واحدة من المقولات العميقة ديالو كيقول فيها الفن القتالي الحقيقي ماشي في كيفاش تضرب، ولكن في كيفاش تتحكم في العقل. وقال في واحد المقولة أخرى العقل هو سلاحك الأول، إذا سيطرتي على عقلك تقدر تسيطر على أي حاجة. بالنسبه ليه الجسد كيتبع العقل والعقل هو القائد. ما يمكنش تطور جسمك ولا المهارات ديالك ولا حياتك الا واذا بديتي من التغيير الداخلي، من طريقه التفكير. وهذا الشيء علاش قال خويا عقلك وكون في حلمه. اذا فهمتي الحكمه اللي كاينه في هذه الهضره حياتك غادي تتبدل بشكل كبير. تبع الفيديو حتى الاخر باش تخرج منه وانت فاتح مدارك جديده في دماغك. معاك تورفين، نبداو. كون في حلمه يعني يكون انسان كيتاقلم مع اي ظرف كيف ما بغى يكون. هاد المقوله من احسن المقولات اللي سمعتهم في حياتي لحد الان. الحياه هي طريق طويله، بغيتي ولا كرهتي غادي تلاقيك مع ناس بافكار مختلفه على بعضها، بغيتي ولا كرهتي غادي تحطك في مواقف انت ما باغيش تحط فيهم، بغيتي ولا كرهتي غادي تخليك تدخل في صراعات مختلفه في اماكن مختلفه. ومن اهم هاد الصراعات هو صراع التحمل، يعني غادي تدخل في ظروف كثيره ما كتحسبش كتطلب منك قوه التحمل والصبر. فحال مثلا شي وظيفه ما كتحملهاش ولكن مفروض عليك تصبر عليها، ولا شي انسان ما كتحملوش ولكن مفروض عليك تصبر عليه، وبزاف د المواقف فحال هكا. هادشي علاش الهضره اللي قال بروسلي اذا قدرتي تطبقها على راسك غتكون حليتي 80% من المشاكل ديالك. اذا قدرتي تكون في حال ما كتأقلم في اي بلاصه تحطيتي فيها غادي تخفف على راسك التفكير في داك الموقف اللي انت فيه، وما غيهمكش واش عجبك الحال ولا لا. اذا كان شي واحد في حمتكم مثلا فيه الكذوب وما كتحملش تدخل معاه في شي نقاش وكتهرب ديما باش ما تهضرش معاه غير حيت انت ما كتحملش تسمع الكذوب، حاول تكون في حال ما تأقلم مع داك الشخص. ملي يدوي وتعرفوا كيكذب ما ديرش في بالك بلي انت ما كتحملش الهضره ديالو، بالعكس تمشي معاه على قد عقله. هو داوي وانت داير ليه خاطره وداير فيها اكبر نيه في الارض. واذا كنتي خدام في شي خدمه ما كتحملهاش حاول تطبق نفس الحاجه. ملي تمشي تخدم تأقلم مع داك الجو اللي في داك الخدمه، ما تبقاش تقاومه، تأقلم معاه. كذلك مع الافكار د بنادم، ما تحاولش تقاومها ولا تبدلها، صح تأقلم معاها. وما تحاولش تقاوم شي تغيير وقع في حياتك، تأقلم معاه، حيت الحياة في تغيير مستمر ما كيوقفش، واللي ما كيقدرش يجاري هاد التغيير كيهلك راسو لا غير. وحتى اذا كنتي كتقرا وما كتحملش المدرسه والاجواء ديالها حاول غير تدخل في الباب تأقلم معاها، وغير تخرج منه تأقلم مع الزنقه، وغير تدخل الدار تأقلم مع الجو اللي كاين في الدار. ما عمرك تقاوم شي حاجه حيت انت ما عندكش الجهد اللي غتقدر تقاوم به الظروف اللي كتبدل في كل مره. كون في حلمه، ما كتقبلش القوه بالقوه، ما كتدخلش في صراع، غير كتكيف مع البلاصه اللي انت فيها. حيت اذا جيتي وخشيتي يدك في الماء ما كيحاولش يقاومك ولا يتصدى لك، العكس كيتأقلم مع يديك بدون مقاومه. اذا حطيتيه في كاس كيولي على شكل الكاس، اذا حطيتيه في قرع كيولي على شكل القرع، ما كيحاولش في مره يقاوم، ديما كيتكيف ويندمج. وبروسلي ما كانش في الهضره ديالو كيقصد الماء فعلا، كان كيهضر على طريقه التعامل مع الحياه. كان كيقصد ما تبقاش قاصح مع الحياه ولا متجمد في طريقه واحده للتفكير، بالعكس في عوض ما تقاوم التغيير تعلم تتأقلم معاه. وخليك مرن في العقل والمشاعر والافعال ديالك، كون في حاله تغيير مستمر، كون قوي بلا ما تخدم القوه، كون مرن بلا ما تكون ضعيف، وخليك في حال ما كيتبداش من الداخل ولكن كيعرف يعيش في كل ظرف. خلي في بالك نفس الفكره اللي كانت عند بروسلي، اللي هي ما تقيدش راسك باسلوب واحد، خذ من كل حاجه اللي كيناسبك. ما تحاولش تحصر راسك في بلاصه واحده ولا في طريقه تفكير واحده، كل حاجه دي منها غير داكشي اللي كيفيدك وخلي الشيء الاخر. وكون ديما في حاله تكيف مع اي ظرف ولا صعوبه في حياتك. باختصار كون في حال ما فين ما حطيتي رجلك كتأقلم بدون صعوبه، وكتقدر تخطى
تتخطى جميع العقبات اللي في حياتك بطريقة مريحة ليك وبأقل أضرار. حيث إذا جيتي تلاحظ شوية في شخصية بروسلي غتلقاه شخصية ديما هادئة وحكيمة وديما مرتاح، وهادشي كامل غير من الحكمة اللي خداها من تحول المياه المستمر اللي كيقدر يجاري أي موقف. باختصار بروسلي تهزو وتحطو في أي موقف يمكن يطيح فيه شي إنسان في هاد الحياة ما غاديش يقاوم، العكس غادي يعيش مع داك الموقف بحال هو الموقف الرئيسي اللي في حياته. وهذه قوة عظيمة يمكن يتميز بها أي إنسان، حيث ماشي غير بروسلي بوحدو اللي تميز بهاد القوة، كاين بزاف اللي تميزوا بها بحال كريستيانو رونالدو وإيلون ماسك وبزاف. خلاتهم هاد الميزة يتأقلموا مع الظروف اللي صعيبة في حياتهم باش يوصلوا لداك الشيء اللي هما فيه دابا. هادشي علاش غنعاود نقول ليك كون في حال ما وتأقلم مع الظروف اللي كتواجه في حياتك وتقبلها وما تحاولش تقاوم، حيث المقاومة غادي تزيدك غير الضرر. هادشي علاش كون في حالة تغيير مستمرة، خليك متشبت بالاصل ديالك والقيمة ديالك، ولكن كتبدل في اي ظرف كيواجهك. اذا كنتي درويش ما تبقاش دير فيها درويش في كل الظروف اللي كطيح فيها. اذا كان الظرف اللي انت فيه كيحتاج تسنطح، اذا كان الظرف اللي انت فيه كيحتاج الحشمة احشم، اذا كان الظرف كيحتاج شي حاجة منك تشكل معاه وبلا ما تبقى شاد في حاجة وحدة. كنتمنى نكون قدرت نوصل ليك ولو شوية من الحكمة اللي قال بروسلي، وكنتمنى تكون فهمتيني بطريقة صحيحة وماشي العكس. وما تنساش ما تكونش انسان متجمد، كون في حال ما. هنا غنكون وصلنا للاخر ديال الفيديو. ما تنساش تدعمني بلايك واشتراك في القناة اذا عجبك المحتوى. كان معكم تورفين، تهلاو.